من اجمل صواني سلسله الصينيه الواحده هي صينيه السمان بس على طريقتنا، سهله وبسيطه مش هياخد منكم 10 دقايق وطعمه جامد واي حد تقريبا هيعرف يعمل. يلا نوريكم الطريقه. السلام عليكم. السلام عليكم. معانا معلقه زبده، هنحط عليها بصله مبشوره بشرناها بقى عشان العيار، هنضيف لها معلقه ملح، وزيها فلفل اسود، معلقه صغيره صلصه. معانا السمان بتاعنا، والله استحي اقول عليه سمان، ده اكبر من الحمام. بصوا السمانه الواحده قد ايه، يعني والله العظيم اكبر من ايدي. فيها كام دهون قد ايه ما شاء الله، شركه السمان دي تحفه بجد. ده مش سمان يا جماعه والله، يعني ده تقريبا حمام وهم ضاحكين علينا، ما ده الحل الوحيد. المره الجايه بقى نعمله محشي ان شاء الله. ان شاء الله. هناخد بقى سمانه كده ونفتح الجلد بصبعنا كده كاننا هنحشيها، وناخد حته من الخلطه دي نتبلها بمعنى اصح. احنا ليه حطينا سمنه؟ المفروض السمان مش سمين قوي كده صراحه. ايوه، فالسمان بينشف عشان كده بنضيف عليه حته سمنه. انا نسيت اقول لكم ان السمان ده احنا نقعينه في ميه وملح وليمون تقريبا من حوالي ساعتين، نركنه على جنب شويه كده. نبدا بقى ايه في بايركس واحد عشان ايه ما نبهدلش مواعين كتير. صينيه واحده. فكره الفلفل بيديله ريحه حلوه. 2 فلفل رومي، 1 فلفل حامي، للي بيحب سبايسي طبعا. والله بيدي طعم جامد قوي ومش بيبقى سبايسي جامد. بس في اطفال والله مش بتحب. يعلموهم يا ماما، ده احنا الاطفال عندنا بنزغطهم شطه وهم صغيرين. اصل هي الشطه تعود على فكره، دي حقيقه. مش واحد بيتخلق بيحب شطه واحد، لا هو واحد بيجي على نفسه واحد لا. انا بقى عايزه اقطع انا الطماطم. بصلايه كبيره كده، يعني كده 2 فلفل رومي، 1 فلفل حامي، 2 طماطم وبصلايه. هو قاعد بيغيظني، بيحاول يثبت لي ان هو بيقطع الحاجات طب والله والله ابدا. انت عارفه ان انا دايما عشان انا معجب بالسكينه. اصل يا جماعه السكينه صراحه لما اتسند بقت اكس تقطيع، وانا بعشق التقطيع، يعني انا بحب اقطع. نبدا ننزل بالتوابل: بابريكا، بهارات فراخ، شايف من البصله، توم باودر، بصل باودر، كاري، سنه قرفه، ملح وفلفل. نبدا نديهم دوس كده جامد عشان التوابل تمتزج في كله. هنبدا ناخد جزء من الخلطه دي وهنحشي بيها قلب السمانه، القلب من جوه بس، ونقفل السمان كاننا بنحشيه. طبعا متبقي خلطه هنفرشها في الصينيه. هنبدا نرص السمان، نص كوبايه ميه وندلقها بالراحه كده. نغطي بقى بورق فويل، نغطي كويس، عايزين اي حاجه من البخار تخرج بره. وفي الفرن في الرف اللي تحت، وبعدين هنطلعها في الرف اللي في النص لحد لما تستوي. بعد ما استوى هنخرجه من الفرن. هنبدا ناخد شويه من الصوص اللي تحت ونحطهم على معلقه صلصه، هنحط ملح وفلفل ونقلبهم كويس، وهنبتدي ندهن بيه السمان بتاعنا وندخله تحت الشوايه ياخد لون بسيط كده. طلعناه من الفرن. وطبعا انتوا شايفين الشكل عامل ايه، متحمر واخد لون ومستوي كويس، شكله تحفه. جربناه كتير بصراحه، فاحنا عايزينكم انتوا اللي تجربوا. بس هو طعمه جامد والله، يعني هتندموا لو ما عملتوش. اللي معلوماتك يا مؤمن، السمان ده المفروض ان هو طائر السلوى، المن والسلوى اللي نزل على سيدنا موسى. فهو اكيد حاجه كويسه جدا. والله انا بحب السمان، يمكن ساعات يوازي الحمام بالنسبه لي، والحمام بالنسبه لي حاجه كبيره. واللي يعرف المعلومه دي ويتاكد منها يكتب لنا في الكومنتات. بس هو اللي انا مستغرب بصراحه حجم السمان ده، بجد هو ما شاء الله حجمه كبير جدا، يعني واخد البايركس من الاول للاخر سمانه واحده. ده في حجم الحماميه الكبيره ما شاء الله. يعني انا عاوز اقول لك ان دي مثلا حجمها اكبر من حمامه. دي حقيقه، يعني دي حجمها اكبر من حمامه ما شاء الله. فهو كبير قوي قوي على سمان، وسعره حلو كمان والله. نصب علينا تقريبا وبقى علينا حمام مش سمان. نصب علينا ولا نصبنا عليهم. على فكره من الحاجات الخفيفه واللي ليها فوائد كتير جدا. طعمه جامد وده المهم. فوائد، احنا بتوع فوائد. فجربوه، واللي يجربه يكتب لنا على طول ان هو جرب، يقول لنا رايه ايه. ده كمان يصور لنا ويفرجنا. لازم بقى، المفروض اي حد يعمل وصفه لينا اساسا يصورها ويحطها لنا في الكومنتات. دمتم سليمين. لا ما تنسوش الشير الاول، شيروا لنا بقى، يعني عيب لما تبقوا حبايبنا وما تشيرلناش، تعملوا لنا مشاركه يعني. الصراحه هم حبايبنا بجد يعني. دمتم سليمين والى اللقاء.